اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلومي اللي شق ماجد أحمد عبد الله، شق ماجد أحمد عبد الله، نعم شق تعذيب، جلد مبرح، إذلال رياضي، مقاسات في الأهداف، هندسة، مثلث، مربع، دائرة، مستطيل، كل شيء سواه مع السلومي. انجن، تحول إلى معارض رياضي، معارض، كلامه خطير جدا في بعض كلماته وبعض المواضيع اللي يتكلم عنها نعرفها من زمان، بس ما نقدر نغيرها. ليه؟ الله أعلم، ممكن في مصلحة أهم وما نعرفها، فلذلك نطقطق، بس طقطقة وحنا ماشيين على السريع. يخوفك، شكلك جلدك جلد، عذبك تعذيب، والله شكله لعب في حسبته لعب، يلقاها من ماجد ولا من العدو اللدود اللي يقولها ويعرفها زين، حنا ما نعرف شيء، بس طريقة كلامه معارض. أقول هذا ناقد مجنون ذا، يتعاطى مع جون ذا أو شيء، مو بصاحي، تحس فيه شيء قاهرة، في شيء صاير له في حياته، والسبب الأشخاص وليس الكيان المسؤول. إن كان له حق ينساه، إذا في أوراق ومستندات تأخذ حقك، أما وعود لن تعود الحقوق. واسأل علي يزيد يعطيك المزيد من الأحداث الدرامية في تسديد الديون. السلومي انجن وانهبل، حتى لو في بعض الكلام، لكن ما ينفع بالطريقة هذه. أتجنب الانفعال والدخول في الدين، ومدري أحد مدري وش، استغفر الله العظيم. متعاطي مع جون يا السلومي. تذكر أبو عبد الله ماجد أحمد عبد الله، شقك شق، ذلك، لعب في حسبتك من تحت وفوق، أعطاك الهد، يا ليت أعطاك في وجهك، كان فكنا من شرك ومن الفتنة اللي الحين ناشرها لأهداف إنسانية. كمل المسرحية، كل سنة سنتين صرح وأعطانا هالهرجتين ما أدري وش وراها. انتبهوا، لا تنجروا وأنتم ما تدروا وش السالفة.